بنت بتشتغل في النظافة بتخبط في الملك من غير ما تاخد بالها وبتقوله تاخد شوكولاتة، طيب إبر، خياطة، أي حاجة يعني، بس اوعى تقول لمديرة الأوتيل لحسن اترفد دلوقت. فالملك بيقول لها مفيش داعي لكل ده، دي خبطة بسيطة يعني، بس ابقي بصي قدامك بعد كده، وبيطلب منها تنظف الجناح بتاعه. أما دي ليزا أختها اللي بتشتغل معاها في نظافة الأوتيل برضه، وبتقول لها عالية تكمل شغل هنا وهي هتروح تنظف جناح الملك اللي أول ما بتدخله بتتصدم من شكله وإنه هياخد منها وقت كبير. أما ماكس بيفتكر إنه ناسي الساعة بتاعته فوق وبيطلب من جورج مدير أعماله يروح يجيبها، ولما بيطلع بيلاقي مديرة الفندق بتهزق في عالية لأنها لسه ما خلصتش نظافة لحد دلوقت. فبتقول لها إن أوضة الملك مفيش حاجة واحدة بس في مكانها وإنها طبيعي تاخد منها شوية وقت، لكنها بتترفد من الشغل على طول وواضح كده إن في تعنت ناحيتها. فبتديلها الساعة بتاعت الملك اللي لقيتها وهي بتنظف. ولما بيروحوا البيت بتقول لها أختها ليزا أنا حاسة إن أنا السبب في موضوع طردك من الشغل ده لأني ما كنتش بنظف معاكي بسرعة. بس فجأة بيروح لها جورج البيت وبيقول لها إنه مساعد الملك في دولة قريبة منهم وإنه جالها هنا لأنها بنت أمينة وطيبة وشافها لما رجعت الساعة، وبيديلها وقتها شيك بمبلغ كبير، لكن عالية بتكون رافضة إنها تاخد الفلوس دي من غير أي مقابل، وبتقوله إن ده شغلها وهي ما عملتش حاجة كبيرة. وبيكون جورج شامم ريحة الأكل وبتعجبه جدا وبيقول لها ممكن أتعشى معاكوا، وبيحكوا له إخواتها إن عالية كانت في كلية الفنون وسابتها عشان تربيهم لما والدهم ووالدتهم ماتوا، فبينبهر بيها أكتر وبيقول لها إنه مصمم تاخد الشيك، بس لو لسه مصممة ترفض ممكن يعرض عليها انها تشتغل معاهم كام شهر في مقابل انها تاخد الشيك ده، وانهم محتاجين جليسة اطفال للاميرة بنت الملك ماكس. فاخواتها بيكونوا مستغربين جدا من العرض، فرصة كبيرة قوي ليها خصوصا يعني بعد ما طردت من الشغل. فعالية وقتها بتسافر معاه وبتكون متحمسة جدا، وبيبدأ يشرح لها جورج ان كل المطلوب منها تكون مركزة مع الاميرة دورا كويس جدا لان في مربيات كتير قوي اتطردوا قبلها وبيبقى اهم الاسباب الاهمال، وبيبدا يعرفها على مديره المنزل ورئيس الشيف كمان، لكن بتكون مديره المنزل مش قبلها وبتقول لها ايه الهدوم اللي انت لابساها دي ما تنفعش خالص، وبتاخدها للاوضه بتاعتها وبتقول لها ما تتعلقش بالقصر قوي لانها كده كده هتطرد قريب. لكن لما بتقف في الشباك بتشوف الملك وبتشوف كمان الاميره دورا اللي اول ما بتعرف انها وصلت بترمي عليها التلج. فالملك بيسأل جورج وبيقول له أنا قلت لك تديها فلوس مش تشغلها عندنا، فبيحكي له إنها رفضت تاخد أي حاجة من غير ما يكون في مقابل، ولأنها بنت طيبة فكر يشغلها ويخليها مربية الأميرة. أما عالية بتلاقي تعبان لعبة في الدرج بتاعها وبتعرف إن أكيد الأميرة دورا هي اللي عملت كده، وبعدين لما بتقف معاها شوية البنت بتخليها ترمي كورة من الشجرة ناحية باب الملك اللي بيكون عنده اجتماع مهم اصلا، وبيخرج يشوف ايه اللي حصل وبيفهم ان عالية مش قادرة عليها، وبيطلب منها ماكس تفضل مع بنته وتحاول تعدل سلوكها وانها حاسة ان الملك مش مهتم بيها وده سبب لانه مش فاضي. وبيقول لها جورج ان يومها النهاردة خلص وهيبعت لها العشاء للأوضة بتاعتها. اما اخواتها بيكلموها فبتقول لهم واضح كده اني مش هقعد هنا كتير وان الاميرة صعبة جدا وبتعمل فيها مقالب كتير، وبتنزل تتمشى شوية فبتشوف الخيل، ولما بتدخل بيبان انها بتتعامل معاه بطريقة لطيفة. ففي الوقت ده بيكون الملك شايفها وبيحس انها بنت طيبة جدا وبيقول لها ان ده الحصان بتاعه، بتعرفي تركبي خيل ولا لا؟ فبتقول له لا بس بعرف اتعامل بقلب مع الحيوانات، وبتكون مش عايزة تتكلم معاه كتير لانها محرجة وبتمشي. فبيحس ماكس انها مختلفة غير اي بنت شافها قبل كده، الكل ما بيصدق يشوفه ويتكلم معاه يمكن يعرف يطلع بأي مصلحة، إنما هي عكس كده خالص. وبيسيب جورج جدول الأعمال قدام الباب بتاعها لكن الأميرة بتاخده وبتقطعه، وبتتكلم عالية مع الأميرة دورا وبتقول لها أنا مش جاية هنا عشان أديك دروس في الاتيكيت، أنا موجودة بس عشان نلعب مع بعض.
وانها لو حابه تشاركها في اي نشاط ما عندهاش مشكله. فبتقول لها دورا انها حابه تزرع، وبتبدا تحكي لها عن حياتها وانها ربت اخواتها لما كانوا صغيرين وانهم كانوا شبهها كده. هي بنت سلوكها مش غريب ولا حاجه. فبتحس دورا انها حابه تقرب منها. ولما بيرجعوا بيقول لها جورج ازاي ما عملتش بالجدول بتاع النهارده. فبتكون مستغربه جدا لان ما جالهاش اي حاجه. وبتروح تجهز الاميره بسرعه عشان العشاء الملكي. وبتتكلم دورا قدام والدها انها عايزه تروح بكره للتزلج. فبيقول لها انه مش هيقدر، لكنها بترمي الاكل على الارض وبتبقى معترضه. وبتقول له وقتها انه مش مهتم بيها. لكن عاليه بتنقذ الموقف بسرعه. وتاني يوم بيديلها جورج جدول الاعمال بتاع اليوم اللي بعد كده. وفي اللحظه دي وهم واقفين بتدخل شجره العيد. فبتبقى عايزه دورا انها تزين الشجره مع عاليه. لكن جورج بيقول لها ان في متخصص هو اللي هيعملها، بس لو هي هتزعل ولا حاجه ممكن تعملها مع عاليه عادي. وبتكون دورا فرحانه وبتحس اخيرا ان في حاجه بتعملها في حياتها بدل الملل اللي هي عايشه فيه ده. اما مدير الماليه في المملكه بيتكلم مع ماكس انه لازم يتجوز لان المملكه بقالها سنين من غير ملكه، ولازم يكون في ست تهتم بيها، وان وجود الستات مهم جدا وهيشيل من عليه مجهود كبير. وبيشوف الملك عاليه ودورا وهم مستمتعين لما بيكونوا بيزينوا الشجره. اما مديره المنزل بتيجي وبتقول لهم تاج الملك بيعمل ايه هنا، اكيد يعني مش هيتحط زينه. وقبل ما الاميره تنام بتحكي لها حدوته. وبتبقى كده عاليه عرفت تكسب دورا. وبتروح تقعد مع الشيفات عشان تتعشى معاهم. ولما بتخلص بتلاقي الملك مستنيها وبيقول لها لو تحب تركب خيل وتشارك. وبيبدا يحكي لها انه بيحب نيويورك لان ده المكان الوحيد اللي محدش يعرفه هناك وبيعرف يعيش براحته. وبيحكي لها عن مراته وانها من نيويورك وعشان يتجوزها ضغط على اهله كتير عشان يوافقوا. وبيعرف وقتها انها بتحب الرسم وكان نفسها تكمل في الجامعه لكنها ما عرفتش، وان نفسها جدا تنجح في المجال ده لكن مش عارفه ازاي. ولما بيرجعوا بيكون المدير المالي للمملكه ومديره المنزل بيبصوا عليهم من فوق ومتضايقين. وعشان الموقف ده بيعزم حبيبه الملك القديمه للقصر من غير حتى ما ياخد رايه. فبيضطر الملك يستقبلها وخلاص. اللي اول ما بتسلم على دورا بتقول لها ان بقالها سنين ما شافتهاش. لكن دورا بتحرجها وبتقول لها سنين ايه، قصدك من 3 شهور. وبتكون جايبه هديه لدورا عشان تكسبها. وفي اللحظه دي بتتعرف على عاليه وبتكون مستغربه، هي من نيويورك عادة مش بيجيبوا مربيات من هناك. وبيبان ان ماكس مش مبسوط وما كانش عايز يشوفها اصلا. وبتتخانق دورا مع سيليا وبتقول لها انت جايه هنا عشان تتجوزي الملك بالعافيه. ولانها عملت موقف غلط بتروح تستخبى في اوضه الزرع. ولما عاليه والملك بيروحوا وراها بتقفل الباب عليهم وبيتحبسوا. وبيبدا يحكي لها ان كل الناس كانت متوقعه عشان يعني كان بيحب سيليا قبل ما يتجوز انهم ممكن يرجعوا لبعض تاني، انما هو متفاجئ بيها في القصر ومش هو اللي عزمها. لكن عاليه بتقوله ممكن يدي لنفسه فرصه يمكن يحس ناحيتها بمشاعر جديده. اما سيليا بتبدا تغير من عاليه وبتروح لها الاوضه بتاعتها وبتقول لها ممنوع حد من العامه يقرب من الاميره قوي كده، وانها جايه هنا عشان مهم تعملها هي وبس وما تزودش عنها. لكن عاليه بتقول لها انها مش ضدها ومش هتسبب لها ضرر في اي حاجه. بس تاني يوم بتتفاجئ دورا لما بتعرف ان جود اتفق مع الملك تروح مدرسة داخلية. فبتكون مصدومة جدا. كل ده ليه؟ عشان يتجوز سيليا اللي بتكون اصلا بتحاول تضغط عليه. وبتقوله انها اتربت في مدرسة داخلي واتعلمت حاجات كتير جدا واثرت في شخصيتها وبعدين هنبقى نزورها كتير. فبتكون عالية زعلانة على القرار ده. اما جورج بينصحه من تحت لتحت يعمل اللي يريحه مش اللي يريح جود. عالية في الوقت ده بتقول لدورا انها تدي لسيليا فرصة مش يمكن تكون كويسة، لكنها بتعرفها انها عايزاها تبقى هي اللي مكانها لانها اكتر واحدة حبتها بعد والدتها. وبيعدي عليها ماكس عشان يقول لها انه مش هيعمل اي حاجة هي مش عايزاها حتى لو كانت المدرسة الداخلية. وبتطلب من والدها ان عالية تحضر معاهم الحفلة. فبيكون ما عندوش اي اعتراض. ولان ما عندهاش اي حاجة تلبسها رئيس الشيف بتساعدها وبتديلها فستان. وبمجرد ما بتدخل الحفلة الكل بيكون متفاجئ لانها احلى واحده هناك. وسيليا بتكون متضايقه منها ازاي المربيه موجوده في حفله. وبيطلب منها الملك ترقص معاه. فبتكون مبسوطه لان يوم
زي ده عمره ما هيتكرر تاني. وبتعرف سيليا ان ماكس مش عايزها ولا حتى بيحبها، فبتطلب منه يديلها فرصة صغيرة او ممكن يعني يتقدم لها بالجواز دلوقت، ولو ما قدرش يكمل معاها هتكون مجرد خطوبة. لكن بيكتشف ان الخاتم مش موجود في العلبة، وبتقوله اكيد ان دورا هي اللي سرقته، او بيبان في كلامها انها مش طايقاها، او بتروح لدورا عشان تتخانق معاها وبتقول لها ليه سرقت الخاتم يا حرامية. لكن عالية بتعرفها انها استحالة تعمل كده، فبتقول لها واضح ان دي خطة بينكم انتوا الاتنين. وطبعا لما بتهزقها قدام الناس بتقرر عالية انها تمشي من المكان، فبيجي جودو بيقول لها يا ريت انت من وقت ما دخلتي القصر وفي حاجات كتير قوي باظت. ولما بتقعد مع دورا لوحدهم بتقول لها ان هي اللي عملت كده فعلا عشان مش عايزة والدها يتجوز سيليا. اما والدها بيكون سامع اللي حصل وبيقول لهم انه هيقول ان الخاتم وقع منه في المكتب، وبالرغم من انه بيطلب من عالية تفضل معاهم لكنها بتبقى مصممة تمشي. وبيشكرها جورج لانها كانت الاختيار الصح من البداية. اما ماكس في اللحظة دي بيكمل حفلته طبيعي، لكن وقت الكلمة بتاعته بيقول انه لأول مرة من فترة كبيرة حاسس انه وقع في الحب، وانه حابب يعمل عيلة من اول وجديد، العيلة اللي بنته تحبها لانه دلوقتي اب مش ملك، وانه هيختار الملكة المناسبة لبنته مش المناسبة للمملكة، لكنه مش هيعلن عنها دلوقت الا لما يتأكد من حبها الاول. سيليا في الوقت ده بتحس ان الكلام مش عليها خالص، وبتتكلم عن بنته بشكل مش كويس، فبيقول لها الملك ممنوع تتكلم عن الاميرة بالشكل ده، وبيطردها من البيت. وبيعرف من جود كمان انه كان بيعامله زي والده بالظبط، لكنه من هنا ورايح مش محتاج منه اي اوامر ولا قرارات، وان حياته الشخصية هو بس اللي هيحددها. وبيروح لعالية عشان يعترف لها بحبه وانه عايزها تفضل معاه لانها اول ست تتعامل معاه ومع بنته بقلب ومن غير اي مصلحة. وفي اللحظة دي بيرجعها معاه البيت، وبتكون دورا مبسوطة جدا وكل العاملين في القصر كمان، لان عالية مش بس قدرت تكسب قلب دورا لكنها كسبت كمان قلب كل شخص في القصر.